لسه بتحسب الحوافز بإيدك للموظفين؟ ما تيجي نتعلم مع بعض إزاي نحسبها بالإكسل بدالة VLOOKUP. لو أنا عندي جدول شكل ده كده في الموظف والقسم والمحقق عايزين نحسب له الحافز، عندي طبعا الأقسام، عندي قسم الكريدت هياخد حافز 1%، عندي قسم الريتيل هياخد حافز 1.5%، عندي قسم الكارد هياخد حافز 2%. هنقول بتساوي المحقق في النسبة دي، هنشوف مثلا نروح القسم هنلاقيه كريدت، نروح على قسم الكريدت تحت اللي هي 1% ونضرب مانيوال كده. لا طبعا، ما تيجي نتعلم نعملها مع بعض بطريقة احترافية بدالة VLOOKUP. يلا بينا. هنقول بتساوي المحقق في VLOOKUP ونفتح القوس، اللوك اب فاليو فين اللي هو القسم، تمام، كوما التيبل اري اللي هو عندنا هنا اهو ونثبته باف 4 وبعدين كوما وبعدين الحافز في الرينج بتاعنا فين في العمود رقم 2 كوما 0 ونقفل القوس وانتر. كده هنيجي نبص نشوف احمد كريدت محقق 20000 في الحافز بتاعه 1%، عمل لي 200. طب ما نسحب المعادلة على الرينج كله، هنيجي نبص مثلا خالد في قسم الريتيل محقق 20000 حافزه 300، يبقى الريتيل 1.5% في ال20 بتساوي 300. مثلا نبص على محمود هنلاقيه في قسم الكارد محقق 10000 الحافز بتاعه 200، لأن الكارد الحافز بتاعه 2% من المحقق. يبقى كده عملناها بكل بساطة وبسهولة ومفيش مجال للخطأ. لو عندك أي تعليق سيبه لنا في الكومنتات وإحنا هنجاوب عليه الفيديو القادم. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد.